هنعمل النهاردة ميني سندوتش برجر صغنطوط خالص، ينفع لللانش بوكس، لذيذ قوي. تقدروا تحشوا اللي انتوا عايزينه، بس انا حشيته برجر. السندوتشات نفسها شكلها مظبوط عشان انا عملتها في صينية الكب كيك. شكلها كيوت جدا، لذيذة خالص لللانش بوكس. كمان حجمها علشان صغير، يعني الاطفال يقدروا ياكلوها عادي وانتوا كمان تقدروا يعني تحشوها لهم الحشوة اللي هما بيحبوها. انا عملت برجر فراخ، خلينا ندخل في الوصفة على طول. جبت وركين فراخ طبعا مخليين من العظم ومن الجلد ومن اي حاجه فيهم. هقطعهم وبعد كده هجهز محضرات الطعام علشان انا عايزه افرمهم فيها علشان اجهز البرجر. انا هعمل برجر فراخ بطريقه سهله جدا جدا. هحط الفراخ وعليها شويه توابل وهفرمهم مع بعض كويس. وخلاص مش عايزه ازود لها اي حاجه خالص، ولا بصل ولا اي حاجه. التوابل هتكون ملح وفلفل، مرقه فوريه، توم وبصل بودر، بابريكا مدخنه، وممكن شويه توابل فراخ. ولو عايزين تستغنوا على اي نوع من التوابل ده ممكن تستغنوا عنه. هنفرم الفراخ كويس خالص لحد لما هنلاقيها كلها عجينه واحده مع بعض. انا مش هضيف لها اي حاجه تانية خالص غير شويه زيت بس، يعني ولا هحط بقسماط ولا هحط اي حاجه، وهشكلها وهتتشكل معايا صغنطوطه كده حلوه خالص على قد الصينيه بتاعه الكب كيك بتاعتي. العجينه اتجهز يعني اتفرمت كلها، هحط عليها شويه زيت. الزيت هيخليها تكون متماسكه، وفي نفس الوقت انا مش هقليها ولا حاجه، انا هشويها على جريل، على طاسه، على في الفرن زي ما انتوا عايزين. هقلب الزيت فيها كويس، وبعد كده بقى هاجي اشكلها بايدي، هلاقيها مش هتتلزق في ايدي ولا حاجه، من غير ما اضيف لها اي مكونات ولا اجمدها ولا حاجه. هجهز الصينيه اللي انا هعملها، عشان انا هعمل كله مره واحده. انا يعني هعملها قطع صغنطوطه كده على قد صينيه الكب كيك، وهحطها كلها في صينيه واحده، وهشغل الفرن على اعلى درجه حراره. هتدخل في الفرن تقريبا مش هتقعد اكتر من 10 دقائق لربع ساعه بالكتير، هنلاقيها استوت ونشفت واتحمرت واخدت لون حلو جدا. انا عملتها كلها بنفس الشكل ده، هي دي كل الكميه اللي انا اللي طلعت من الوركين. بعد كده بقى دخلتها الفرن، هعمل بقى العجين. هجيب 3 كوبايات دقيق، احط عليهم معلقه خميره فوريه، معلقه سكر، معلقه لبن بودر، كوبايه ميه ويكون فيها تلج. كوبايه لبن، معلقه لبن بودر ممكن نستغنى عنها عادي، بس هي بتزود القيمه الغذائيه للعجينه. كوبايه الميه المتلجه دي، انا بحب حالي مؤخرا يعني بقيت بحب اعمل العجين بميه ساقعه او ميه وتلج. هقعد اعجن في العجينه كتير جدا في العجان شويه، لما توصل عندي تتكون عجينه عندي زي الشكل اللي انتوا شفتوه ده، هنزل باربع خمس معالق زيت او مثلا معلقتين زبده كبار، زي ما انتوا عايزين. ونفضل نعجن تقريبا من 10 ل 15 دقيقه عشان نوصل لقوام العجينه بالشكل ده كده. هي تتاخر شويه في الخمر، يعني لو احنا في العادي بتاعنا المطبخ بتاعنا بيخمر العجينه مثلا في ساعه، دي هتقعد ساعه ونص وهتخمر، وهتبقى العجينه طريه قوي زي ما انتوا شايفينها كده. مش قادره اقول لكم بقى هي لما هتخمر وهتبقى معجنه تبقى عامله ازاي. مهما باتت معانا هتفضل حلوه جدا جدا. على ما عجنت العجينه، هي الفراخ استوت، انا هسيبها بقى تبرد خالص على ما العجينه تخمر، عشان انا لما اجي امسكها بايدي واحطها في العجينه ما تبوظهاش. بعد ما العجينه اتخمرت، هي قعدت تقريبا ساعه ونص في درجه حراره المطبخ العادي خالص. هتبقى العجينه عندي بالشكل ده كده. هخرج بقى الهواء منها، وهجيب صينيه الكب كيك، هرش عليها زيت عشان ما احطش ورق ولا حاجه. وبعد كده بقى هدهنه بالفرشه كويس، علشان يعني العجينه لما تتحط فيها والمعجنات يعني ما تلزقش فيها. رشيت بس رشات صغيره كده، وبالفرشه هدهنها علشان تبقى يعني متوزعه الزيت في كل مكان، فالعجينه ما تلزقش فيها. وبعد كده بقى هجيب يعني كرات صغنطوطه كده من العجين، على قد ان البرجر تدخل جواها، اللي هي استوت دي. وبعد كده هقفلها وادورها كويس بحيث انها تكون مقفوله كويس. طبعا انتوا ممكن تحطوا معاه جبنه، ممكن تحطوا كاتشب، ممكن تحطوا مايونيز، بس انا رايي يعني خلوها كده بس علشان يعني الحر، وعشان اللانش بوكس ما تبصش ولا حاجه. هي كده حلوه جدا. وبعد كده هما لو عايزين اي اضافات معاها بعدين يبقوا ياكلوها بقى، بس هي طعمها فعلا في الاخر كده حلوه جدا جدا، مش محتاجه اي حاجه معاها خالص. عشان كمان احنا مش هناكلها في البيت يعني. وهي حتى الاطفال ممكن ياخد، يعني حسب عمر الطفل ممكن ياخد واحده او اتنين وهتبقى حلوه. وحتى لو اكلناها في البيت هي اصلا طالعه طعمها حلو قوي. انا عملت الكميه كلها، هنزلها بقى كده عشان تاخد شكل الصينيه. هي في الاخر لما تخرج هتاخد شكلها حسب بقى الصينيه اللي عندكم، مدوره او مربعه، هتاخد الشكل في الاخر. هدهن بقى الوش بعد ما اخلص الكميه كلها. انا دهنتها زبادي، تقدروا تدهنوها بقى صفار بيض، لبن، زبادي. ممكن نحط بابريكا على الزبادي عشان تديها لون احمر حلو، بس يعني زي ما انتوا عايزين. انا عملتها بس كده معلقتين زبادي من كوبايه، وبعدين بالفرشه وحطيت عليها خلاص. كمان لو بتحبوا تحطوا يعني على الوش حاجه، ممكن تحطوا سمسم، ينسون، حبه البركه، يعني زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان زعتر بيبقى حلو جدا مع البرجر، زي ما انتوا عايزين. انا حطيت شويه حبه البركه، اصلا بتبقى حلوه كمان على المعجنات جدا. ممكن كمان تسيبوها من غير ما تحطوا حاجه، يعني ممكن تدينوا وشها وخلاص. دخلتها الفرن على اعلى درجه حراره، قعدت بالظبط 10 دقايق واستوت واتنفخت واخدت اللون ده. ريحتها رهيبه، العجينه ملمسها طري جدا جدا. الحشوه بتاعت الفراخ دي حلوه وسهله خالص وخفيفه، مش تقيله ولا حاجه، لو عشان المدرسه يعني. تقدروا كمان انتوا تعملوا اي حشو، ممكن تعملوا حشوه برجر لحمه، ممكن جبن،
ممكن لانشون لو معمول في البيت صحي، يعني انتوا تعملوا الحشوه اللي انتوا عايزينها. بس فعلا حشوه الفراخ دي حلوه قوي قوي وصحيه ومش تقيله كمان لانها مش مقليه. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه.